يذكرون أن أعرابيا رجل من البادية دخل إلى الحاضرة، والبادية عادة يأتون إلى الحاضرة يبيعون للحاضرة ما عندهم ويشترون ما يحتاجونه، تبادل منافع. هو يبيعهم الفرو ويبيعهم الخراف أو الإبل، ويبيع مثلا الإقط، يبيع مثلا الحليب، فيبيعهم ما يحتاجون إليه، ثم يشتري ما يحتاجه من التمر، من القمح، من الشعير، من الملابس وغير ذلك، فهو تبادل المنافع. فدخل هذا الرجل من البادية إلى الحاضرة، ودخل السوق وباع ما عنده واشترى ما يحتاج إليه. الآن يريد أن يرجع إلى البادية، واشترى خيرا كثيرا، فجاء ووضعها على البعير، على الرحول. الآن على البعير يضع عليه حاجيات، فجاء إلى الخرج الذي جهة اليمين، فوضع فيه التمر والشعير والقمح والملابس وكل شيء وضع هنا. الآن البعير شوي يطيح على جنب. طيب والحل؟ قام أخذ أكياس من التراب من الرمل ووضعها في الجانب الآخر حتى يكون إيش؟ التوازن. فرآه أحد الناس من الحاضرة فقال له: تعال. نعم. قال: ماذا هنا في اليمين؟ قال: هذا تمر وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا مما أحتاج إليه. قال: طيب واللي باليسار؟ قال: والله رمل. قال: وين رايح؟ قال: راح البر. قال: ناقصك رمل، ناقصك رمل بالبر، انت ماخذ رمل من الديره توديه البر، ناقصك رمل. قال: لا بس عشان التوازن، البعير يطيح لا صار يمشي هكذا. قال: الله يهديك، الله يهديك، ليس هكذا. قال: شلون؟ قال: انا اعلمك، فك اكياس التراب، طيح التراب كله، واخذ الاكل وهذا وزعه يمين ويسار، ضبط الامور. قال: الحين انت تركب بعد، قبل تذبح البعير انت، الحين انت تركب بعد. قال: ما شاء الله. قال: ذكي، انت ذكي. قال: لا ماني ذكي. قال: لا ذكي. شلون عرفت هذا؟ قال: عادي كل الناس. قال: لا انت، انا ما انتبهت لها، انت شلون انتبهت لها؟ انت ما انت سهل. قال: يا ولد حل الامور عاديه. قال: لا بسألك سؤال. قال: نعم. قال: على هالذكاء وش عندك من المال؟ قال: والله ما عندي شيء. قال: لا هين، قول الصج، انت ذكي، ايش عندك؟ قال: اقول الصج. قال: يقول الصج. قال: والله اني مرات اتعشى ومرات انام ما اتعشى. قال: شلون؟ كل هالذكاء وتنام وانت متعشي؟ قال: لي معقول؟ قال: لي. قال: انا حلالي، البدوي يقول، قال: انا حلالي لو وقف عند اوله ما تشوف له كثير. قال: الله يبارك لك بحلالك. قال: انا ما قلت لك عشان تدعي لي، ما بيك تدعي لي. قال: ايش تبي؟ قال: رجع الرمل. قال: ليش؟ قال: لو الذكاء ينفع كان نفعك، خلني على اخبالي والله رازقني. صحيح الارزاق ما لها شغل بالذكاء. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، واخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الذكاء ما له شغل. الارزاق هذه ارزاق مكتوبة من عند الله تبارك وتعالى.